السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ومع وصفه جديده. كيف ما كتشوفوا معايا البنات، بغيت نشارك معكم واحد المعسله اللي كتجي زوينه. ما فيهاش مقادير بزاف ودغيا كتوجد نزينوا بها المائده ديالنا. في شهر رمضان الكريم، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه باش ما كتمناو، والله يقدرنا عليه بالصيام والقيام يا ربي. ايوا كيف ما كتشوفوا معايا البنات، عندي هنايا غنصاوب بشنيخه كتعجبني صراحه، وقلت علاش انا اللي ما نشاركهاش معكم. كيف ما كتشوفوا معايا عندي هنايا نص ايطرو ديال الحليب غليان درتو فوق البوطه حتى فاض، وعندي 2 معالق ديال الخل، عندي هنا كيلو ديال الفورص، عندي واحد الزبده مارغرين رابعه، عندي ساشيه ديال الخميره، وعندي ساشيه ديال النكهه ديال زهر البرتقال، وعندي معلقه صغيره ديال النافع وحبه حلاوه والقرفه. هادو كيبقاو اختياريين، اللي ما كيبغيهمش ما يديرهمش، غير هاد المقادير هما الاساسيين فيها. اما هاد الشيء غير كنكهو به، كل واحد يدير اللي بغا. يلا بسم الله. اول حاجه غادي نبدا بها، عندي هنايا الحليب، غادي ناخذ هاد الزبده وغادي نديرها هنايا في هاد الحليب عندي غليان، غنديرها غنخليها حتى تذوب. وعندي واحد القبيصه ديال الملحه ها هي دايرها هنايا في الدقيق. صافي كيف ما كتشوفوا معايا انا درت الزبده دابت هنايا في الحليب، كنخلي الحليب حتى كيولي دافي. ها هي ذوبتها، غندوز دابا نبدا معكم. بسم الله على بركه الله. غادي نخوي هاد الحليب بالزبده، خاصهم يكونوا دافين ما يكونش طيب. غنزيد عليه هاد الساشيه ديال زهر البرتقال، وغادي نزيد هاد النافع وحبه حلاوه والقرفه، وغادي ندير 2 معالق كبار ديال الخل، صافي وغادي نخلطهم مع بعضياتهم. بسم الله. غنبدا دابا نزيد في الدقيق، كيبقى على حساب الخليط، على حساب الكميه ديال الحليب والزبده. انا عندي كيلو هنايا، غادي نخلط ونقول لكم شحال خدا معايا. نزيد هاد الخميره، صافي كيف ما كتشوفوا معايا هي جمعتها، درت فيها كيلو ديال الدقيق كامل، هزت ليا كيلو بالعبار. ها هي خاصها تكون بحال ما هكا، ما تكونش مرخوفه وما تكونش مرخوفه باش ما تمحنكمش في ملي نديروها في الماكينه ما تمحناش. ها هي مقادير مضبوطه بالضبط. كيلو ديال الفورص خداتو معايا، غندوز دابا نقطعها ونديرها في بلاصتي كترتاح. صافي دابا غادي نخليها ترتاح غير شويه حتى نجمعها هنايا وندوز نطلقها. صافي رجينا بعد ما ارتاحت ليا غير شويه، غندوز دابا نطلقها. انا راه بديت نطلق فين الجينه، كنرشها بشويه ديال الدقيق غير شويه ما نقويوش. صافي وكنطلقها بحال ما هكا، وكنديرها في الاله ديال التوريق. صافي دابا غندوز نديرهم في الماكينه. صافي كيف ما كتشوفوا انا دابا غادي نبدا نطلق فيهم في الماكينه. بسم الله. ما كان دابا غندوزها في هاد الرقيقه ديال البشنيخه.
ها هي شوفوا كيفاش كتجي. كندوزهم كاملين، هاد الاشرطه كاملين اللي عندي كندوزهم. صافي كيف ما شفتوا معايا انا دوزتهم كاملين. غندوز دابا نبدا نشكل فيهم. ناخذ هاد اللولين، ديروا القياس اللي بغيتو. انا ما غنديرهمش كبار بزاف، غنديرهم غير صغار. كناخذو كنبقاو نديرو بحال ما هكا، نجمعوها من هنايا بحال ما هكا. صافي وكناخذ الموس ونبقى نقطع. صافي كيف ما كتشوفوا معايا انا غنكملها وغنخليها حتى تنشف واحد الساعه ولا ساعتين ولا هادي، حتى تنشف مزيان عاد غنبدا نقلي فيها. كيف ما كتشوفوا معايا انا درت هنايا الزيت يسخن وعندي العسل. غنبدا دابا نقلي من بعد ما خليتها حتى نشفات. غندوز دابا نبدا نقلي في شباكيه شنيخه. بسم الله. كيف ما كتشوفوا معايا انا درت هنايا في العسل. غنخليها تتعسل حتى تقلى ليا هاد القليه الثانيه. عاد نهزها من العسل. ما نوركوش عليها، راكم عارفين مع بشنيخه رقيقه ورطبه. تهرسها غير بحال ما هكا، نبقاو نكبو عليها العسل. كتبغوا شويه ديال الخاطر. شوفوا تبارك الله كيفاش كتجي. كيف ما شفتوا معايا هذا هو الفيديو ديالي. كنتمنى يعجبكم. شوفوا بشنيخه كيفاش جات زوينه ومعسله. كنتمنى تعجبكم.